مساء الخير، مساء النور، مساء الورد والياسمين عليكم يا حبيبة قلبي، يا أحلى وأغلى متتبعات لقناة حكايات. لكم نحبكم قد الدنيا وانتوما أغلى حاجة عندي. وصح كي ما نحطش فيديو حقيقة نتوحشكم بزاف بزاف ونتوحش تعاليقكم الإيجابية. نقول لكم مرحبا بكم معايا في القناة. إلا كنتوا أول مرة تشوفوا القناة المتتبعين جدد ما تنساوش أنكم تابوني وتفعلوا زر الجرس هكا باش يلحقكم كامل جديد اللي راني نحطه لكم. مش راه يعجبكم الحكايات المرفوقة بالروتين والطبخ وكامل الفيديوهات اللي راني نوجدهم لكم ليكم. وقبل ما نبدا الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم صلوا كامل على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تقول للمتتبعات تاعنا تاع نهار اليوم: أنا أمينة، عمري 23 سنة، عندي ليسانس في اللغة العربية، وكنت ندير لي كور يعني للتلاميذ. من بعد ما جبت الباك كنت ندير لهم لي كور تاع رياضيات لغة عربية تاع تلاميذ تاع الابتدائية. في الصيف باش نروح نسجل في الجامعة تعرفت على واحد الشاب اللي تلاقيته تما. هو كان خدام وكان كبير عليه، يعني عنده سيتواسيون، كان تخرج وخلاص. حبيته وحبني وجمعتنا علاقة حب دامت 3 سنوات، يعني من نهار اللي جبت الباك حتى النهار اللي كملت الليسانس ديالي. كنا دايما كيف كيف كي كنا نروح للجامعة نهضر معاه نقصر معاه في التليفون، يعني بمعنى آخر كنت نخرج معاه. على بالي دوك تقولوا لي علاقة محرمة، علاقة غير شرعية، ولكن راهي كاينة في المجتمع الجزائري وعادي صارت وخلاص. كنت دايما نتكلم معاه، حبيته وحبني، وكنت عارفه كامل العلاقات الجزائرية وكامل الشابات اللي يخرجوا ويديروا علاقات ويحبوا شخص ولا شخص واحد آخر يحبهم، يعني بمعنى آخر أنك تكوني مع واحد. هذه هي. ولكن كنت نحكي لماما واختي، ماما واختي دايما كانوا رافضين، يقولوا لي هاد العلاقات ما همش ملاح وما يجي كما يقولوا ما يخرجوش على خير، والشخص هذا قادر، صح ماناش نقولوا الناس كامل كيف كيف، مي بصح قادر يخرج لك حلالي قادر يخرج لك حرايمي. وانا كنت دايما راكبه راسي، حبيته وتعلقت به وكنت نشوفه هو كلش، وكنت ماذا بيا لو كان نتزوج به ونعيش معاه ونولد معاه. يعني كنت أعرفه علاقة حب كانت تربطنا به، وكانت علاقة حب قوية بزاف. ولكن مع الأسف أنا كنت ظنة إنها علاقة حب من الطرفين، ولكن مع الأسف كانت علاقة حب من طرف واحد فقط. ما على باليش علاش، إلا كان يبين لي، إلا كان يجيب بيا الوقت، إلا والله ما على بالي. شوفوا هو زعما ما كانش كان يخدعني، ولا كنت نهضر معاه في النهار في الليل، وحتى في الصيف كنا نخرجوا عطلات دايما كنت نصيب سبه باش نخرج مع بنت خالتي، نروحوا لدار مامي، نروحوا لدار خالتي باش نتلاقى به. وحتى وليت ما نخدمش مليح في الجامعه باش برك ندخل راتراباج ونطول في الصيف ونقعد دايما نتلاقى به. شوفوا القمه تاع الحب اللي لحقت ليه والقمه تاع الغباء اللي لحقت ليها. كنت دايما نطلب منه انه يجي يخطبني، خاصة لما لحقت العام الثالث تاع الليسانس، يعني العام الاخير حبيت اني نحبس في الليسانس، ما حبيتش اني نكمل ماستر 1 و2 لانه القرايه شويه صعبت وروح برواح، خاصة انه يعني انا ما جبتش الباك حتى ل20 سنة، يعني المرة الاولى والثانية. ف كنت دايما نطلب منه انه يجي يخطبني، ولكن كان دايما يصيب لي سبالا: لا مازال كي صغيره، لا كملي قرايتك، لا حتى ندير سيتوياسيون. بعدها كي قلت له خلاص يعني ما بقاليش نكمل قرايتي بكامل، بدا يهضر لي على لا سيتوياسيون وانايا وحنا دارنا صغيره وخويا مزوج معانا وان شاء الله يخرجوا يعطوا له لا ديال بعدها ونجي نخطبك. وانا كنت دائما نسكت ونقول له ايه هما عليه، على اساس انه يعني ظروفه ما سمحتلوش. ان شاء الله كي تتحسن الظروف اكيد ما يقولكش ما صبرتش معايا، ولا وانا حقيقه ماشي باش يقولك ما صبرتش معايا، ولا انا كنت نحبه بزاف وكان اي حاجه يقولها لي نقول له عليها ايه، وعمري ما كذبته ولا عمري ما شكيت ولا ظنيت انه فقط راهو يجيب بيا الوقت. مع علاقه تحت 3 سنوات ما شكيتش انه يجيب بيا الوقت. بعد ما تحصلت على ليسانس وتنيت الحمد لله، فرحت دارنا، فرحت خويا بابا يما اختي فرحوا لي كامل. كنا درنا حفله، راكو تعرفوا العادات والتقاليد الجزائريه، درنا حفله جاو لا فامي ودائما يقولوا لي امينه وقتاش نفرحوا بيك وقتاش نفرحوا بيك، وانا غير في قلبي راهي غصتي لداخل. نستنى دائما كما يقولوا في حبيب القلب. ما كنتش قلت لكم بلي حبيب القلب كان واسمه حسام. حسام بعد ما جبت الليسانس ديالي شغل بدا انه يتهرب مني نوعا ما، بدا يتهرب مني نوعا ما. كي نعيط له في التليفون ما يفتش عليا، كنا كل يوم نهضروا في الليل بساعه بزوج سوايع
ما ولاش يهضر معايا بزاف، راني عيان، راني عيان، راني نخدم باش ندير situation باش نتزوجوا. ما نكدبش عليكم كنت اختارات نتوحش ونحب نهضر معاه، بصح كي يقول لي نخدم باش ندير situation كنت دايما نطمن ونقول الحمد لله كما يقولوا ربي كاكاه، ربي كما يقولوا شعلت شمعتي ان شاء الله يخدم ويدير التاويل ويتزوج بيا ونعيش معاه. ولكن العمر راهو يمشي، وفي الصيف هذاك كي جبت لا ليسونس يعني قنط قنط قنط، يعني ما كاش كيفاش نخرج، ما كان لا دراباج ما كان حتى حاجه، حتى وليت اني نخمم ندخل ماستر واحد، ولكن ما كانش عيني لانه قلت نزيد عامين ويزيد يصيب لي السبه ونزيد نقعد حتى العامين ولا 3 سنين باش نتزوج به. قلت نحبس في ليسانس ونديروا لا بريسيون ويجي يخطبني، ولكن الخطه تاعي باءت بالفشل. نكمل لكم لي ديتاي هكذا باش كما يقولوا ما نحي لكمش المفاجاه تاع الحكايه. في الصيف في ايام صيف طويله عارفين نخرجوا، كنت عارفوا نروحوا نتعشاو خطره برا مع اكيد مع عائلتي، نروحوا للصابلات نحاول نحوسوا هكذايا، لانه كنت عارفوا الصيف والسماطه ونهار طويل خطره البحر خطره خالاتي خطره ماني خطره. بصح كي كنت نحوس اني نخرج معاه ونتلاقى به كان دائما يرفض. هنا كي شمها كما يقولوا شم الحاله بدات تقراص، شم باللي القرايه حبست، انا كبرت في العمر، شم باللي قلت له خلاص دوك تجي تخطبني. كنت صايب سبه صغيره ديري القرايه قرايه ديري التاويل، دركا لا. قال لي خلاص، قال لي شوفي انا خليني قلت لك راني خدام نهار وليل ما تبقاش ديري لي في لابريسيون وهادي حتى واحد نهار من النهارات قعدنا واقيلا قريب سمانه ما هضرناش. كي هضرت معاه قلت له كيفاش وهادي وعلى اساس اني نحبك، قال لي ايه انا نحبك تاني ونموت عليك وهاد طبلعات تاع الرجال. حتى قال لي شوفي نقول لك حاجه يا بنت الناس، انا ما نبقاش هدك وانت ما تبقاش تكسري لي في راسي. هذا راكي غير شهرين ملي خديتي ملي تخرجتي من القرايه ديالك، راكي خطبيني خطبيني خطبني خطبني دير لي كي يجوز عام ولا عامين واش راح ديري لي؟ قلت له يجوز عام ولا عامين. كيفاش هذا يجوز عام ولا عامين حسام؟ قلت له انا ماذا بيا تجي تخطبني هذاك العام ولا العامين تكونوا فيها مخطوبين، تجيب لي المهيبه تجيب لي هديه. وقال لي لا قال لي شوفي مالا كي ولينا هكذا كي ولينا في لابريسيون كي ولينا تجي تخطبني في عام ولا عامين يما لا شوفي كل واحد يروح في طريقه. الا جاك وليد الحلال اللي خطبك يعني قدر لهاد لابريسيون اللي راكي دايرتها لي انا غير روحي ما نشدكش. انا تشوكيت ما نكذبش عليك، بديت نبكي بديت نقول له حسام واش بيك كيفاش؟ قال لي بركينا من الطبلعات والقوالب هذوما تاع النساء تاعكم نتوما، الا جاك مكتوبك جاك مكتوبك خلاص ما تبقاش تسنى فيا انا. كانت صدمه عمري. حسام الشخص اللي حبيته 3 سنين راني داخله معاه في الرابع يقول لي تزوجي؟ وشنو هذا وانا ساكريفيت عليه حياتي قاعده غير معاه؟ جاتني شحال من واحد تخطبني، ما قلت لكمش هاد لي ديتاي، شحال من واحد كان يجي يخطبني وانا كنت دائما نرفض. وماما واختي كانوا دائما يردوا اللوم عليه يقولوا لي طلالي تسنى في هذاك كما تقول له ماما سمحوا لي كما يقولوا همي ضحك وهمي يبكي في هذاك المزطول هذاك تاع اللي راكي تخرجي معاه والله ويجي السعد اللي يعجبني غير نقبل وما على باليش كامل بيك تزوجي وتروحي. وانا كنت دائما نصيب سباب القرايه وهادي بصح دركا القرايه خلاص تخرجت دبلوم في جيبي، حتى دراهم وعندي الحمد لله كما كنت ندير لي كور للدراري. المهم قعدت سمانه وانا في حاله كما يقولوا مزريه، غير نبكي في الليل ما ناكلش ما نحبش نخرج معاهم. ماما فاقت لي، على بالكم بلي قلب الام دايما يحس. واحد النهار عرضونا جيراننا للعرس وانا كنت رافضه اكيد رفضا تاما اني نروح، بحكم انه كنت عيانه وكان المورال هابط لي. كي حسام قال لي الكلام هذاك ماما قالت لي شوفي دوك تنوضي تلبسي حوايجك تروحي والله غير نخبر باباك وخوك بالعلاقه هذه اللي راكي فيها وتما يوروا لك كيفاش. انا ما نكذبش عليكم خفت شويه وقلت خلاص خليني ماما عندها الحق وكامل، قلت خلاص نروح نزهى شويه مالغري ما كنتش كامل في المود. نط لبست درت فيها غيسيل لبست روبتي تيريت شعري غير بالسيف ورحنا. ماما تروح كومبلي وتقول لي ضحكي شويه راكي تباني هبرت هبرتي راكي تباني هربتي اليدين نحفها القبور بعيد الشر. وانا غير ساكته ودقتي في قلبي ونخمم في هذاك اللي ما يتسماش اللي قال لي اتزوجي. لحقنا للعرس قعدنا وجدت واحد الغنية شابة ما نكذبش عليكم صح نسيت شوية، شفت العروسة وباقية غير نيماجيني في روحي أنا في بلاصتها، باقية نيماجيني في روحي مصدرة نخير في دوزاني حسام يدخل لي عشية كي جا راجلها دخلها بلاغو بلونش، يعني الأحلام الوردية. كان جا واحد الغنية شابة كنت نحبها بزاف، نطش طحت عليها غير شوية من بعد عاودت وليت قعدت. قلبي ما عطانيش، قلبي ما عطانيش على خاطر كيما يقولوا نحالي فرحتي سرقها لي صح سرق لي فرحتي.
نطش طاحت هكذا وعاودت وليت قعدت، وراني غير قاعدة غير ساكتة، فمي ما يحلوش الكلاب ماشي باسكو زعما ما نهضرش ولا، على خاطر كنت ça va pas كامل من الهضرة اللي هدرها لي ومن الخرجة اللي خرج لي بها. حتى نشوف ماما تهضر مع وحدة ويشوفوا فيا ويضحكوا، بون أنا فهمت بلي جاو حبت تخطبني كيما كل مرة يصرا برا في لا فامي من البعيد، نساب من البعيد. أنا قلت صافي قلت أوف دوك تاني زيد تجي تكسر لي راسي هادي باه. رحنا العشية للدار، ما هضرتش كامل معايا ماما، ما قالتليش على هاديك المرا، أنا نقولش عليكم جاتني بيزار، حتى حسام ولا ما يهضرش معايا، نعيط له ما يرفدش عليا، أنا بعثت له ميساج ما يرفدش عليا، أنا قلت خلاص يعني علاقتي بيه هنا حبست. بصح قلت دايما ما نفقدش الأمل، دايما كنت نتذكره في صلاتي في سجودي في قلبي. حتى جات ليا ماما واحد النهار قالت لي حبيت نهضر معاك في واحد السوجي، قلت ها هاي جازت سمانه ما هضرتليش عليها، دوك هاي جات تهضر لي عليها. قالت لي شوفي، قالت لي على 3 ايام ولا 4 ايام راني هضرت مع هذيك المراه وهضرت مع باباك راهم جايين يخطبوك. هنا كانت صدمه ليا، قلت لها وشنو؟ قلت لها مرة فاتت تخبريني غير بالفم، دركا يا ماما يا لالا مولاتي جبتيهم لي حتى لدار يخطبوني، انا ما رانيش قابله وعلى بالك بلي ما رانيش قابله. قالت لي شوفي اقسم بالله وما تقبلي وما تلبسي وما تنوضي غير أما راكي بنتي ما نعرفك قاعدة تسني لي في هذاك المسطول، هذاك راهو يلعب بيك، هذاك راهو يجيب بيك الوقت برك. قالت لي قولي له جاي يخطبك، الا حب يجي يخطبك وقال لك نجي مرحبا به، انا ما قلتلكش ما تزوجيش به، ما قلتلكش ما يجيش ليك، انا قلت لك العلاقه هذه ما راهيش عجبتني وعلى بالي وراني حاسه 100% باللي والله ما يجي ما يخطبك ما تعتبي به بدارو. سكت وبكيت بكيت وجعني بزاف كلام ماما، بصح كان بزاف كلام عقلاني وكلام صواب، تقولي حست تقولي عارفه واش كاين. حقيقة هذا هو كان كما يقولوا واش كان حاب هو، نقعدوا كيف كيف ما يجيش يخطبني، كنا نطلعوا نهبطوا كيف كيف، نعيط له نهضر معاه، كنت نشري له هدايا، كنا نخرجوا خطره هو يخلص خطره انا نخلص، بحكم انه كنت نخدم وندير لي كور. سكت وبكيت بزاف، ولكن رحت ليها غدا قلت لها شوفي انا ما رانيش قابله وما فيها والو الا استنيتو عام ولا عامين، السيد راهو يدير في سيتوياسيون تاني. زادت نوضت ليا ماما سمعت لي واش كما يقولوا سخ ودنيه، قالت لي شوفي والله العلي العظيم غير نخبر باباك وخوك يعطوك طريحه وتزوجي كما يقولوا بلا ما تحبي، انا ما رانيش حابه نلحقك لهذا سيتوياسيون، ما رانيش حابه نوسخك قدام باباك وخوك، بقاي دايما بنتي العاقله المحترمه القاريه الفاهمه، الناس غير غدوه يجوا واش دير روحك. تقولي انا هذاك نهار جنازتي ماما واختي يديروا في نيطواياج الكاطو اللي ندير في الدار داروه لي كومونداو اللي كومونداوه، وانا تقولي غير غدوه جنازتي ماشي راهم جايين يخطبوني. ولكن خضعت للامر الواقع، قلت باللي هذا هو الشخص اللي جاي يتقدم لي وهذاك ما حبش يجي يخطبني، حتى التليفون ما راهوش يرفد عليا. شاءت الاقدار ليله اللي جو يخطبوني يعيط لي حسام يصوني، ما صوناش تليفون، قلبي اللي صونا، عقلي اللي طار وفرفر. هضرت معاه وهو واش راكي حنونتي توحشتك، تزعفي عليا تزعفي عليا انا على بالك بلي انا نحبك وكي قلت لك هكذاك لمصلحتك، ما كانش قصدي حتى حاجه، وانا لو كان راني واجد وعندي سيتوياسيون وعندي دار وقادر اني ندير عرس ونعيشك ما نغفلش عليك دقيقه. ما نكذبش عليكم فرحني بالهضره هذه، عطاني امل جديد، خلاني نكره نهار غدوه اللي راهو جاي، وقلت له ما تكسرش راسك، انا عندي شويه دراهم راهي مخبيتهم وان شاء الله ندبر خدمه ندخل نخدم ونتعاونوا مع بعض. قال لي خلاص ان شاء الله، قال لي بصح شوفي، قال لي الكلمه اللي نقولها لك ونعاودها لك ونتمنى ما تزعفيش بها، الا جاك نصيب قبلي ما رانيش حاب ندردرك معايا 5 سنين ولا 6 سنين ولا ما على باليش حال. عاود طفالي شمعتي بهاد الهضره، بصح كي عيط لي وقال لي هكذاك عطاني امل اني ندخل نخدم، اني نعاونو، اني نزيد نحشر دراهم واحد اخرين نعاونو ونديرو العرس كيف كيف ونديرو سيتوياسيون كيف كيف. غدوه من داك كي جاو يخطبوا نط، ما نكذبش عليكم ماما شغل تشوكات الناض دوجت جبت شعري لبست درت غير شويه مكياج غير شويه غيسي فون دو تان وفاقاجو. كي دخلوا جات يماه مرا بالطبع، جات اختو، هو غير هو وختو جات خالتو الكبيره متو الكبيره باباه، جاو كي شغل جاو يخطبوا ما جاوش يشوفوا. قالت لنا شغل انا عجبتيني، وانا سورتو كي خطبتني يماه قلت يا يما العزيزه شكون هذا الراجل هذا اللي راهي رايحه تخطبني يماه، باين راح يكون بوبو في سامامو ومن بعد الزواج دير فيها التير. كنت دائما قنعه بالزواج عن حب ماشي زواج تقليدي. كي دخل باش يديروا رؤيه شرعيه قعدت مع يما سلمت عليها، سلمت على الناس هادو كامل عجبتهم باسكو انا جايه الحمد لله مقبوله الشكل ولا نقولوا شابه.
كي دخلنا باش نديرو رؤية شرعية، كنا قعدنا في بيتي أنا وأختي، بيت محلولة على الصالون، رانا قاعدين دخل هو صح كان ماشي زعما كي ما عجبنيش ولا مانيش حابة نتزوج بيه نبدا نهضر لكم في حاجة عيانة ولا نقطع لكم فيه، كان بزاف شباب ما شاء الله، ديكور، أخلاق، شباب، شباب، شباب بزاف، لبسة، حطة، واش نحكي لكم واش نقول لكم. وكان يخدم كونطابل يعني محاسب تاع الحوان تاع باباه عنده خير ورزق كبير، وكان هو الكونطابل على خاطر عنده ولد واحد وطفلة وحدة، كان هو الكونطابل تاع باباه. كي دخلنا واش راكي لاباس لاباس لاباس، كي قريب يروح باش يعطي لي حق النظرة الشرعية، قلت له شوف ما تعطي لي دراهم ما والو على خاطر حنا هاد الزواج ما هو رايح يكمل، ما راني رايحه نقبل بيك ما والو. قلت له شوف يا وليد الناس، باش ما نضيعكش وما نخسركش وما تتزوجش بوحده بالك ماشي كيما راه حبها خاطرك. قلت له شوف انا نحب واحد اخر وراه بدا يخطبني ودارنا برك هما اللي يسيفوك عليا، ما حبيتش نقولهم لا على خاطر على بالك باللي صوت الطفله ماشي مسموع، دونك ماذا بيا لو كان نقولها لك ليك نتايا هكا باش انت تقول لهم ما عجبتنيش ولا انت تدبر راسك كيفاش تفريها. من فضلك افريها خاطر انا ما نحبك ما راني حابه نتزوج بيك، ما عيني فيك ان شاء الله ربي يرزقك بنت الحلال. في الاول حسيتو تشوكا ومن بعد بدا يضحك قال لي خلاص ما تكسريش راسك خليها عليا، هادو دراهم شديهم على خاطر شفتك وحتى ولو ما صراش الزواج بيناتنا، حقك تاع نظره شرعيه تديه على خاطر راني شفتك بلا حجاب، شديهم واعتبريهم هادو كادو مني على الكلام اللي جرحتيني به وخلاص. قلت له والله غير ماشي عيني نجرحك ولا اسمح لي بصح صح انا عندي انسان نحبه وان شاء الله راح جاي يخطبني بعد ما يدير سيتوياسيون. هو بدا يضحك قال لي على بالك، قال لي ان هادو تاع سيتوياسيون نعرفهم مليح، ان شاء الله يدير سيتوياسيون ويجي يخطبك. يا سلام عليكم وناض وراح. انا فرحت بزاف قلت في التهنيه منه خليني منه اموره هو رايح يروح يقول لهم ما عجبتهاش هكذا باسكو هذا اللي جابوه لي للدار اكيد راهي حاجه سيريوز، مرفا الاخرى غير تحكي لي عليهم ماما بابا، بصح هذاك الحق للدار اكيد راهي حاجه سيريوز. كملنا هكذاك خرج ما قال والو، يما غدوه من داك عيطت لماما يعطيكم الصحه كتر خيركم بنتكم بزاف شابه عجبتني عجبت وليدي. شنو عجبت وليدها واش قلت له؟ قلت معليش خلي بالك مازال ما قالش لي يماه. خلاص ماما فرحت بزاف وحنا هما فرحوا بزاف ماشي انايا. وكملت انايا حسام كيما العاده نقعد بالسمانه بالعشريه ما يعيطليش. عرفت التليفون واحد النهار من نهارات قلت له على بالك، قلت له درت لك سوربريز، قلت له بصح على بالي بلي راك رايح فريمون تفرح بيا. قال لي وشنو غير الخير قولي لي. قلت له على بالك، قلت له بلي جاي يخطبني واحد يعني ما شاء الله حكيت له كلش محاسب وكامل جاي يخطبني وانا ها واش قلت له تما تما هذه هي النقطة اللي أفاضت الكأس. على بالكم عمري ولا شفت حسام في حالة كيما هذيك، حالة غضب يعيط يسوق لي وش بيك انت مهبولة انت مريضة، جاو يخطبوك وانت تسناي فيا، جاو يخطبوك ورفضتي. قال لي شوفي انا لو كان ما جيتش وليد فاميليا ونحبك ونحب لك الخير ونحب لك صلاحك والله ما نقول لك الهضره هذه، نجرجرك معايا تلحقي 28 سنه 29 سنه بعدها يا نزوج بيك يا ما تخطب لكش وحده يا. قال لي راجل كيما هذا ترفضي على جالي انا؟ قال لي انا مازال ما عنديش دار، مازال ما عندي سيتوياسيون، انا مازلني في 28 سنه وانت راكي في 24 سنه، انا مازال غير قولي حتى ل 35 ولا 36 باش نقدر نتزوج، تصبري معايا 8 سنين. قلت له ايه نصبر. قال لي شوفي، قال لي على بالك، قال لي لازم انا اللي نتخذ القرار، انا ماشي انتي، على خاطر هكذا راني رايح نضيع لك حياتك وانا صح وليد فاميليا دونك ما نضيع لكش حياتك. الراجل هذا تعيطيلو تطلبي منه السماح ويجي ويخطبك، هذا الا حب يجي يخطبك، وانا راني رايح نبدل النيميرو ديالي، نبدل لابوس وما تزيديش تشوفيني حتى في منامك. الراجل هذا تعيطيلو وتتزوجي بيه على خاطر انا هكذا نقولها لك من الاخر باش صح تقطعي لي ياس ما نتزوجش بك. السلام عليكم. وانا نعيط حسام ونبكي، كوبالي التليفون دار لي روشتي وبقيت غير نعيط لي كومبلي وانا نبكي. غدوه من داك والو، الراجل صح كسر لابوس ولا بدلها ولا ما على باليش واش دار. انا تشوكيت قاعده غير نبكي ما خرجت ما كليت ما شربت. ماما تخرج عليا تجي طبطب داخله تعاير خارجه تعاير داخله تعاير خارجه تعاير وما على بالهاش واش درت له. كانت تسمع باللي قلت للراجل هذاك اللي جا خطبني تشوكيت بصح بقيت شاده في قراري على خاطر الراجل هذا انا ما نحبوش، ومن دابيا لو كان نتعافى من الجرح اللي داره لي حسام باش نقدر نتزوج بشخص اخر.
بعدها بواحد 15 يوم ولا صح بديت نتدارك الوضع، بقيت دايمًا نعيط له، تليفونه دايمًا مُغلق، وبديت نتدارك الوضع باللي درت كارثة، باللي هذاك ماشي راجل. صح هو يقول لي أنا راجل وخرجت معاك وما نديرلكش هكذا ما تتزوجيش وتقعدي لاصقة فيا وكامل، بصح ماشي راجل. بعد مرور واحد الشهر هكداك بقيت أنا على نفس الحالة، بقيت نحوس على خدمة، حطيت لي CV partout. حتى ماما جات ليا قالت لي اسمعي آية واش دير روحك، راهم جايين يديروا قطاع الشرط. أنا تشوكيت ما فهمت والو، قلت هذا واش قلت له ما يفهمش، شغل كنت مازالني شوية شادة يعني مازال ما قنعتش مليح مليح. قلت هذا ما قال لي ما وجعو خاطرو، ما داقت له كي قلت له هكداك والو. جاو يديروا قطاع الشرط، قبلت أكيد لأنه ما عنديش حل واحد آخر. جاو يديروا قطاع الشرط جابوا لي من كل خير، شوفوا دار لي واحد الشان. عبالكم كي قاعده نشوفها هكاك قاعده ندير لا كومباريزون بينه وبين حسام، بصح راكو تعرفوا الجرح القلب ما يبراش بين نهار وليله، ما يبراش. واي وحده راهي تسمع فيا دار لها الشخص اللي كان تحبو هكذا تفهمني مليح 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 واش راني نقول واش راني نحس. جابوا لي بوكيت فلوغ، خاتم، الشيكولا تاع فرنسا، الكاطو، الحوايج لي ديزا، شوفوا كل خيرك. شغل قطيع الشرط وميم طون فيونساي صغير، الخاتم هذاك الخاتم يهبل، مع العلم انه ما كنتش نهضر معاه في التليفون. جا داري وانا عبالكم انا قاعده مشوكه قاعده غير نشوف فيه، عبالكم نحس روحي شغل راني نشوف فيه فيلم. حبيت نقول له واش كاين كيفاش واش قلت واش هضرت، ولكن والو ما كش قدام الناس، ماشي كيما في رؤيه شرعيه، كنا غير انا وياه في بيتي انا واختي. قعدنا درنا الفيونساي، دار لي الخاتم، ومن بعدا العشيه بعد ما صرا الفيونساي كامل باش ما نطولش عليكم الحكايه. راحوا هذيك العشيه كانت ماما جابت لي ورقه قالت لي هاوليك النيميرو تاع خطيبك درك تقدري تهضري معاه قدام ربي والعباد، لانه راهو خطيبك قطعنا شرط درتو الفيونساي اقرينا الفاتحه، راهو زوجك على سنه الله ورسوله، وان شاء الله العرس بعد 6 شهور ولا 7 شهور نديروه على خاطر السيد راه واجد، ماذا بيك تسقمي طبايعك. قلت لها لو كان تعرفي واش راني دايره. المهم انا كيما يقولوا حطيت قلبي اكوتي وبديت نخمم بعقلي، رفدت الحشيه هذاك النيميرو تاع التليفون وعيطت له باش برك نسقسيه على هذاك النهار تاع رؤيه شرعيه واش قلت له. هذا ما كان يعني ما عيطتلوش بحكم اني حابه نهضر معاه ولا الو مس الخير مس الخير واش راكي لاباس، كان اسمه محمد. واش راكي محمد واش راكي امينه لاباس لاباس. قلت له قال لي عجبك الخاتم عجبك الحال، ايه يعطيكم الصحه كثر خيركم. وخلاص رانا نكسرو. هو كان انسان بزاف حباب بصراحه وبزاف محترم، ما جبد لي والو. سقسيته قلت له من فضلك، قلت له هذاك النهار كلامي علاش طنشتو علاش عاودتي تخطبني. قال لي واش ما عجبكش الحال باقي. قال لي شوفي قال لي انا والله غير انت انسان عجبتيني وانا ندير الثقه بزاف في يما. انا قال لي هكا وانا سقط يا يما على هذا الفيسا مامون اللي ربي كما يقولوا بعثهولي. قال لي انا ندير ثقه بزاف في يما وعلى بالي بلي يما كي شفتك هكداك على بالي بلي كي حتخرجي لي انسانه ومراه ونص 25. اما العلاقه هذه اللي كنتي فيها قال لي نورمال، نص تاع البنات ولا تاع الشعب الجزائري كامل كان عنده علاقات غير شرعيه، واحد يحب وحده واحده تحب واحد، لكن ربي ما كتبش المكتوب. والعلاقه اللي يشوفها ربي اللي راهي رايحه تثمر بالخير وهي اللي يكملها كيما ان شاء الله علاقتنا. قال لي ما درت عليك انت مازالكي صغيره مازال ما تعرفيش لعب لك بعقلك، نتمنى برك ما يكونش حب حقيقي وتاكي اكيد راكي رايحه تنسايه معايا انا. الثقه تاعو يعني ما نكذبش عليكم بهرتني. يما خطبتني وانا من دائما قلت لكم في بدايه القصه اني ما نحبش الزواج تقليدي، نحب دائما زواج عن حب، لكن واش ندير. قلت له وايا خلاص يعطيك الصحه وكثر خيرك والسلام عليكم. السلام عليكم كلمه ما تقالها لي لا زياده ولا نقصان ولا وعلاش ولا ما عجبتكش هضرتي ولا ماشي كيما كان حسام يلكك واحد يعني عقليه مختلفه جدا. على خطرة كنت نهضر معاه في التليفون بديت نمالفو، بديت نرد عليه الولف بدا ينسيني، انسان قمه في الروعه قمه في الاخلاق، لكن الهم الاخر كان محفور في قلبي. بعد 6 شهور هكاك من الخطوبه كنا تزوجنا، ونهار عرسي ما كنتش كيما نحب انا. رحت ماكييت ومشات وكنت شابه بزاف هذاك النهار، حتى في تجهيزات تاع العرس ديالي ما كنتش كيما نحب انا. دايما كنت نتمنى لو كان تزوجت بحسام، لو كان حسام كان هو العروس. اتزوجت قلت لكم تصدرت، شوفوا كنت بين وبين حقيقة الشخص هذا بديت نتعلق به، بدا يعجبني، بدا بصح ما حبيتوش حتى لتم. عجبتني صح عقليته اخلاصه صدقه احترامه شخصيته دينه اخلاقه، يمه كانت
قمة في الروعة. بديت تبدل عقليتي على إنه في سا ماما ما هي اللي خطبت له، ومن بعد تبدا تحكم فينا وتقول له هادي تزوجنا داز العرس تري بيان، دير حنا لوتيل، جازت الليلة ما شاء الله. ودابا من داك جاو دارنا داروا لهم الفطور، يعني داروا لي شان وبرشان. استقبلونا أحسن استقبال، داروا الفطور، لي غاتو راحوا دارنا. وغدوة من داك كنا هاديك العشية قعدنا عند عجوزتي، لأنه عجوزتي عندها دار كبيرة وفيها البيوت وفيها حتى لي شومبر. قالت لنا شوفوا هذه شومبرتكم كي تعودوا تحبوا تجي عندي، أما دارك يا بنتي العزيزة راهي دارك وحدك. على بالكم ما كنتش عارفة أصلا بلي داري وحدي، أصلا راه نهار اللي راحوا شاوروا لي ماما قالوا يقولوا لي دارك وكامل، بصح كنت نيماجيني فوق دارهم، ولكن بالعكس كانت داري وحدي. بتنا هذيك الليلة عند عجوزتي، وغدوة من داك رحنا لدارنا. أنا كي بتنا هذيك الليلة قلت ديجا يبدا تحكم فينا، لازم نباتوا الليلة هنايا. رحنا غدوة من داك لداري، صبت حوايجي، وهذيك الدار تدي العقل كيفاش ميكيبيا، كيفاش متولة. من بعد تما كشغل بديت نتكاكا شوية، قلت له كان تزوجت بهذاك. Find it, book it, make it yours. Booking.com, booking.yeah. تزوجت بهذاك لو كان راني في بيت مع يماه مع خواتاتو مع مرت خوه، الدنيا روحي تخدمي، صرفي معاه عاونيه، وما اللي هو كان عقليته شو صعيبه ماشي كيما محمد كان هارب صح. رحت لداري، كانت الدار ما شاء الله تهبل هذيك الشومبرا بيضاء، الصالون كيفاش، بيت واحد اخرى تاع الكنابيات، الكوزينه، طواليت اعزكم الله، صال دو بان، كاين لوجيا صغيره فيها تيتا تيت. شوفوا واحد الدار تدي العقل. وما نكذبش عليكم كنت عارفوا البنات المراه كما يقولوا ماشي تتبلعط، ولكن تحب شويه اللوكس. نصبح راقدة في داري، القديني يجيب لي اللي نحبها، يخرجني نحوس يديني. كنا قعدنا 15 يوم في الجزائر حتى رجلا الخدمة اللي كانت عنده، وبعدها دار لي سوربريز نحنا للترك. هنا بديت نوالفو، بديت ننسى، ماشي بديت ننسى الاخر، بديت تكون نكره الاخر ماشي ننساه، بديت نكرهه وليت نشوف الفروقات تاع الحياة. رحنا للترك، حوسنا تما، نسيت كامل الدنيا وما فيها. رحنا لجزيرة الأميرات، ركبنا في البابور، وليت نشوف هذوك الأفلام تاع الترك اللي كنت نشوفهم بكري، وليت نشوف حياتي معاه. وهو كان صح كي نشوف في وجهه وننسى الدنيا، كي نشوف الكور ديالو وننسى الدنيا. وهو كان حنين 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 وعاقل ومثقف وهارب لأقصى درجة. بعد مرور واحد شهرين ولا 3 شهور بديت نطيح فيه وبديت نحبه بزاف، لانه في الايامات الاولين كنت خطره نرقد في الصالون، خطره نرقد في البيت، خطره نقول ولا غير عييت من الكوزينه نهرب شغل من بيتي. وهو دايما ساكت وصابر ما يقولها ليش عجوزتي ما تجينيش كاع ما شاء الله. نعيط لها في التليفون، خطر على خطره تبعت لي العشاء، خطرت عليك تقول له روح دي مرتك حوس بيها، ما تلدهاش غير بالخدمه وما تلدهاش غير بالشغالات. ما كنتش نتوقع انه عجوزتي هكذا. كنت دائما قلت بلي تكون اوتوريتير تحكم فينا، خاصه انه هي اللي خطبتني قالت لي عجبتيني بزاف ويماك نعرفها من زمان، كنت جارتكم ولا غير انا نسيت. الحقيقه كنت صغيره يعني عجوزتي. شوفوا على بالي بلي ما تعرفوهاش صح، نقول لكم ادعوا لها بالخير. هذا ما كان، لانه واحد العجوزه ونتمنى انه ربي يرزقكم كامل بعجوزه كيما عجوزتي. ما شاء الله ما شاء الله، وليت نحبها ونموت عليها. في نهار من نهارات رحت ليه وطلبت منه السماح، وقلت له سمح لي على هذاك النهار. وكما يقولوا صح كانت علاقه عابره، كنت حسبتها علاقه حب، ولكن لو كان صح كانت علاقه حب كما قلت لي انت، كان ربي يبارك فيها. كان تعلق لا اكثر ولا اقل. قال لي على بالي، قال انا كي شتك، قال لي خاصه كي قالت لي يما لانه نسا كبار، قال لي نعتمد بزاف على ليكسبيريونس تاع بابا وليكسبيريونس تاع يما، لانه نسا كبار وعباد كبار ويعرفوا ويفهموا احسن منا حنايا، وخير منك وخير مني. وعلى بالي بلي راكي راح تخرجي لي مرة ونص 25، وعلى بالي بلي تنساي، واكيد بالمساعفه وبالحنانه وبالرقه. المراه دائما تميل وكما يقولوا تهدن وتعاود ترطب. وكما كان الحال دركا راني عايشه اجمل ايام حياتي معاه، نسيت كامل هذاك المسطول. عندها الحق كي قالت لي ماما دائما 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 خذوا راي كبيركم. شوفوا راجل كي خدا راي ما خدا راي باباه. شوفوا انا كي خضعت الامر ماما وامر بابا ونسيت وخفت منهم انهم يعرفوا بعلاقتي الغير شرعيه به، شوفوا الحمد لله كيفاش ربي جزاني احسن جزاء. ودركا راني عايشه معاه، عندي ولد وعندي طفله معاه، وراني عايشه ما شاء الله. هذه عمرها، هذا درك، هذا تحواس، هذا قضيان، هذه دار عجوزتي لوستي. راني عايشه اجمل حياه واجمل قصه حب واجمل قصه زواج. نتمنى يا البنات ننصحكم بعدم
الدخول في علاقات غير شرعية مع شباب طائش. ننصحكم تكونوا ما تعرفوش، يكون عقلكم صغير، قلبكم صغير، تميلوا اللي يقول لكم كلمة شابة تميلوا ليها، اللي يدير لكم جست شباب تميلوا ليه، بصح الراجل تاع الصح هو اللي يجي يطبطب باب داركم ويكون متفهم، يكون يحتويك، يكون راجل وعليه الكلام. هذه قصتنا لنهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها وخذيتوا منها اهم شيء، العبرة لعدم الدخول في علاقات غير شرعية، ودايما خذوا راي كبيركم، خاطر راي كبيركم عنده نظرة 40 سنة إلى الأمام، اللي نتوما ما تشوفوهاش تكونوا معميين بالحب، تكونوا معميين بواحد التفاهات اللي كما يقولوا كي تكبروا صح تندموا، صح تقولوا يا ريتني خديت راي يما ولا بابا. إلى لحقتوا حتى الآن ما تنسوش أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس هكذا باش يلحقكم كامل الجديد اللي راني نحطه لكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.